هو انا كل يوم هصحى على كده؟ بس يا جماعه لا تحفه. برج خليفه اهو. خليفه. عارفه خليفه ده؟ لا معرفوش. تحفه. تعرفوش يعني صح؟ ايه ده؟ ده راجل عظيم جدا، راجل عظيم جدا. طب يلا طبعا عشان نعمل مقدمه. مالك في ايه؟ بيقولوا لسه صاحي يا ولو. الموضوع جميل جدا يا جماعه جدا. ايه ده؟ في كده؟ صباح الخير على اجمل مملكه في الدنيا. وحشتونا جدا اقسم بالله. اليوم النهارده جميل جدا. هيبقى جميل لذيذ. هيبقى يوم انا هاخدكم جوله عند برج خليفه. برج خليفه اللي انتوا شفتوه. هندخلكم برج خليفه. هنخش برج خليفه ونتعامل ونشوف نلف الدنيا هنا ان شاء الله. النهارده هنعمل لكم فلوج جميل. تحفه تحفه المكان ده. لا المكان جميل يعني. احنا صاحيين من النوم دلوقتي، المكان قدامنا خرافه يا جماعه، خرافه. المفروض بقى اصلا دلوقتي ان احنا هننزل نفطر، وبعد ما نفطر بقى ننزل ناخد جوله فيه. بس لسه محمد متصل بيا، محمد صاحب اخوي، فلما عرف ان انا رايح البرج فقال لي انا هاجي اعدي عليك وبعدين ايه اوديك وبعدين نروح. والله العظيم يا جماعه احنا محمد احنا تعبين جدا. المكان هنا تحفه. ايه ده يا عم؟ في كده؟ لا ما في كده حاجه. انت مبسوطه؟ ايوه جدا. بس خلاص جدا. يبقى انا مبسوط والناس كلها مبسوطه. والله العظيم الناس بتفرح على فرحي. والله ده انت اللي عسل. وبينبسطوا على انبساطي. والله ده وبيزعلوا على زعلك. والله ده انت عسل. وهاتني يا شاعر. ايوه ده هو بيطبل بس يا جماعه. والله العظيم ما عشان لسه يا جماعه انا لما بهبط كده في اي حاجه ولا حاجه. بس استنى إيه؟ قولوا له رايكم في البتاع الجامد ده. لسه جايباه جديد. هو طويل وجبس قال لي البسي الطويل. لسه جايباه بس طويل يا جماعه. بس انا مش عايز يبقى كان 3/4 كل لبسك بناطيل وبتاع يعني. حاولي تلبسي الطويل يبقى عليكي جميل اقسم بس لا الطويل بس. عندي حق ولا ما عنديش؟ عندي حق ما عنديش. ايه رايكم في لونه؟ جميل حلو جدا. ان شاء الله هنعمل لكم النهارده فلوج جامد جدا وهيعجبكم قوي ان شاء الله. انا مش همشي من هنا الا لما اعيشكم في المكان كله، عشان السفريه دي المفروض ان احنا جايين نتبسط، بس احنا عايزين نبسطكم معانا احلى ناس في الدنيا. انا بحبكم كتير قوي. ما تنسوش تعملوا لايكات كتير وكومنتات حلوه. ايوه لو انت بتتفرج علينا اشتراك يا اسطى. اساس ان انت بتتفرج علينا اصلا مش عامل اشتراك، انزل اعمل اشتراك عشان اقسم بالله هنحبك. وجرس بيكم ما تنسوش جرس البيت. هنحبك يا اسطى. هنحبك قوي. هنحبك لاف يو. يلا بينا نبدا بقى الفلوج. استنى بس، وقبل ما نبدا الفلوج لازم تخش تتابعنا على الانستجرام، او انت تخش تتابعنا على الانستجرام. جبس 2020 بننزل كل يومياتنا على الانستجرام يا جماعه، ما تنسوش. يعني الفيديو اللي احنا هنصوره ده بننزله على الانستجرام، واحنا بنصوره اهو دلوقتي لسه هينزل بكره. ايوه صح. هي قصدها ايه يا جماعه؟ بصوا دلوقتي المفروض ان تخشوا تتابعونا على الانستجرام عشان كل يومياتنا. يعني احنا دلوقتي حاليا لما نروح هننزل الاستوريهات بتاعتنا اللي هي هتنزل قبلها بيوم، قبل ما تشوفوا الفيديو ده بيوم، عشان لسه الفيديو ده بياخد مونتاج بقى والكلام ده كله، فبينزل بعدها بيوم. ما تنسوش 2020 جبس 2020 تمام. وهي الانستجرام بتاعها هيبقى جبس. ان شاء الله يكون فلوج جميل ورب يعجبكم. ويلا بينا ننطلق. دلوقتي يا جماعه احنا لسه واصلين اهو، داخلين بقى البتاعه دي. ايه ده؟ بص شكلها عامل ازاي. اجري. تعرف بقول لك ايه، لف بقى. لف بلف اهو، بس هي اخرها كده. لا هي وقفت تصدق صح؟ قال لك انتوا هتلعبوا ولا ايه؟ لا جميله. لسه بقى داخلين المكان اهو. المفروض ان ده دبي مول اصلا، فالمفروض بنخش منه ونطلع على البرج. ان شاء الله هنعمل لكم برضو فلوج هنا في المول، هنوريكم المكان كله برضو ان شاء الله. يكون برضو في الفيديو الجاي او اللي بعده باذن الله. جبس ايه؟ برج خليفه اهو ما شاء الله كبير قوي. تهزري ده صغير. بص عشان احنا عاملين ايه بقى؟ موطيين الزوم بتاع العين. حاجه الزوم بتاع عيني انا موطيه، فعشان كده شايفه ايه؟ صغير. عايز تشوفيه كبير؟ تعالى عشان اوريه لك كبير. المفروض دلوقتي يا جماعه كنا هنخش برج من عند برج خليفه، بس كان في تذاكر وبتاع، فانا استفسرت عن الموضوع واكتشفت ان لو عايزين نطلع فوق البرج فوق خالص نشوف بقى السحاب والدنيا دي كلها، بيكون في تذكره بس غاليه شويه. بكام؟
تقريبا ب 2000 ولا لا 2000 ب 550 درهم اللي هم عاملين في حدود 2000 2000 ونص، اللي هو يعني مصري ب 2000 ونص. المفروض للاثنين للشخصين يبقى 5000 جنيه. 5000 جنيه. ف يعني هو مبلغ، بس تجربه حلوه، يعني ممكن تكون التجربه شكلها جميله. انا بصراحه ما كنتش هقطع عليها لان خايفه. لا ما هو كده كل حاجه متامنه. بس انا فوبيا من الاماكن العاليه. انتوا ايه رايكم؟ يعني هو بالنسبه لنا مفيش مشاكل ان هي تبقى تجربه لينا حلوه، فايه رايكم نطلع فوق ونصور لكم المكان كله من فوق كده، ولا ما نطلعش ولا ايه؟ يعني قولوا لنا لو انتوا عايزين ان احنا نطلع فوق، مفيش مشاكل بالنسبه لنا. بالنسبه لنا تبقى تجربه حلوه، واوريكم الفيو من فوق بيبقى عامل ازاي في برج خليفه. يبقى اكتبوا لنا في الكومنتات تحت ايه، نطلع ولا ما نطلعش، نوريكم الفيو ولا لا. ووصلنا برج خليفه. جامد جدا جدا جدا. ايه ده يا جماعه؟ هو في كده؟ ايه ده بجد والله؟ ايه ده وربنا رقبته وجعتني. الشكل خرافه. هوريكم المكان كله دلوقتي. بصوا يا جماعه، في واحد قاعد في الميه هناك اهو. يعني هو احنا من ساعه ما جينا هو واقف نفس الوقفه دي، ولا راح يمين ولا راح شمال. حبيبي انا مش عارف امن ايه. ما انا مش فاهم يعني ايه اللي يخليه متقدر في الميه ده كله. يعني هو ممكن يكون امن ويقعد فوق. منور يا سليم. اغمز يلا يا ميدو، اغمز تاني. لا ولا عسل، لا ولا عسل، لا. الصوت ده ميه بتطلع لفوق. بس المكان جامد جدا. كبير قوي وطويل. قوي ايه ده؟ لا حاجه شفت بقى كده احنا عملنا زوم. يعني احنا شايفينه كبير بقى اهو. تقولي لي بقى طلع فوق ازاي مع ان فوق كده في سحاب حواليه؟ فاهماني؟ بياخد شويه اكسجين من تحت ينفخوه، يطلع فوق يتنفس واحده واحده. شفت لما تكون نازله في الميه تنزلي تاخدي غطس وتنزلي، هو تحت بيعمل ويطلع فوق بيفضي بقى واحده واحده. بصوا يا جماعه، احنا عمالين ندور على ستيم. والله لقيته قاعد فين. بص والله كان قاعد هنا دلوقتي، كان قاعد جوه هنا. بص رايح فين بقى هو؟ واد شهاوي. بصوا مسقط البنطلون ومبين البامبس بقى، بس ان هو اتفخم بقى ومفيش منه جنيه. بصوا بص الولد كنت انا عمال يا عم خد تعالى هنا يا عم، خد تعالى هنا على طول كده. انت ينفع كده؟ ها ينفع كده على طول كده؟ يعني كسفنا قدام الاجانب. مش المكان كله اجانب، اظن مفيش حد مصريين هنا، كله اجانب والله، كله اجانب. بص اهو كله اجانب. انت اكتر ناس بتشوفوهم هنا مين؟ الاجانب كتير جدا يا جدعان، هنا كتير جدا بامانه. ايوه هم كلهم اجانب. تعالى بقى ناخد عشان ناخد الصوره المصغره بقى كده. والله العظيم الواد ده غلبني معاه. بص رايح فين؟ رايح يعاكس اهو مع البيبي الصغير. بس العسل. بس العب معاه، مش انت جاي له؟ وري ازاي شبه بالظبط. في شبه منه والله العظيم، في شبه منه. بصوا يا جماعه. باي. دي بوس بص يا جماعه المكان عامل ازاي. بص تحس ان احنا في جزر المالديف. يعني لا الموضوع هنا شكله تحفه. يعني انت تبقى قاعد تحت هنا، حمام السباحه والاماكن اللي جنبك دي. المكان هنا تحفه. ايه ده؟ دي ليه ما هذا؟ ممكن يا مسلم بعد اذنك تعرفيني المكان؟ اشتغلي مرشد سياحي لمده دقيقه. يلا حضرتك. هو المكان هنا متنظف ومتأمن كتير جدا. يعني في شركة تأمين كبيرة جدا هنا، زي اللي جت في التجمع دي. ايوه شبهها بالظبط كده. وممنوع منعا باتا ان اي حد يخش غريب. اي حد ايه؟ يخش غريب. طب بالنسبه حضرتك للنظافه والحاجات واللي انا شايفه ده. لا نظافه محدش. يعني احنا عندنا فوق ال 500,000 نظافه. ال 500,000 نظافه. 500,000 شخص. يعني مش 4999. لا يعني 5000 بالظبط ولا 500,000؟ 500,000 نص مليون. طب حضرتك ممكن تعرفينا هم بيستخدموا هنا انواع المنظفات ايه؟
اللي هو فينيك مثلا او حاجات زي لا كده؟ لا طبعا. ايه ده؟ امال بيستخدموا ايه ده حضرتك؟ حضرتك في المرج بتاعتكوا دي في المرج بتاعتنا. هنا ديتول اه عشان خاطر الاطفال. هنا ديتول عشان خاطر الاطفال. حضرتك على فكره انا استفدت من شرحك جدا النهارده، وعايز اقول لك ان لو في حد زيك يعني مرشد سياحي البلد هتتقفل. ما انا عارف. يلا بينا. بصوا يا جماعه، احنا عرفنا دلوقتي ان برج خليفه طوله 890 متر، يعني يعتبر 1000 متر، يعني كيلو يعتبر 1000 متر. وعرفت كمان ان من فوق بتشوفوا السحاب بيكون تحتيكوا، يعني انا ببقى واقف فوق مثلا، احنا لو واقفين فوق مثلا السحاب بيكون تحتينا او في مستوانا زي الطياره يعني كده. انا نفسي الصراحه اطلع فوق، فانا قلت اخد رايكم الاول. احنا عايزين نطلع، يعني احنا مش رافضين نطلع، لا احنا عايزين نطلع، بس شوفوا لو انتوا الموضوع ده هيعجبكم نطلع نعمله. احنا عاملين السفريه دي لينا احنا هنفرح، وبرضك نفرحكم معانا ونسافركم ونوريكم الدنيا هنا عامله ازاي. صح يا سليم؟ صح يا سليم؟ اغمز يا ستيف. بيقول لي سيبوني في حالي بقى، فقولوا لنا تحت في الكومنتات زي ما انا قلت لكم. المفروض يا جماعه ان احنا نكون خلصنا كده الفيديو خالص. فعلا. ايوه استنى بس، انا عاوزه اقول لهم على حاجه. انا نفسيتي تعبانه وعايزه اقول لهم على حاجه. اتفضل. احنا خلصنا الفيديو وقلت الجبس يلا عشان الجو حر جدا، يعني شوف شرم هنا، يعني شرم حلو جدا، احنا هنا حرانين جدا فعلا ولابسين تقيل. دخلني جوه المول يا جماعه وقال لي دقيقه وجاي لك. تتخيلوا قعدوا كام؟ قعد اكتر من ساعه الا ربع بره بيصور ايه انا مش عارفه، ومعايا الكاميرا. قول لي انت بتصور ايه؟ ما قلت لك بصور فيديوهات لاصحابي، يعني اصحابي مكلميني يبقى صور لنا يا جبس فيديو من تحت برج خليفه وقول اسمنا ويعني حاجه زي حلوه كده. ايوه طب انت لازم تقول للناس كده برضه زي ما بتعمل لاصحابك تعمل للناس. مفيش مشاكل. انا قلت والله في الستوري بتاع اليوتيوب والستوري بتاع الانستجرام. أيوة. قلت يا جماعه اللي عايز ان انا اصور له تحت برج خليفه يخش يكلمنا على الانستجرام. خشوا يا جماعه اللي عايز اي حاجه والله خشوا قولوا لي اسمكم على الانستجرام، وانا ان شاء الله بكره او بعده هاجي هنا وهصور لكم فيديوهات وانزلها لكم ستوري عندي. ايوه خشوا كلمونا على الانستجرام جبسي 2020. تمام والله انا عنيا ليكم ان شاء الله كده، اشوفكم فرحانين وتفسحوا الفسحه الجميله دي، واشوفكم كده متجوزين، اشوفكم اسعد ناس في الدنيا زي ما انتم بتخلونا كده سعيدين في حياتنا. احنا اكيد بحبكم والله. وانا الله العظيم. المفروض ان احنا مروحين بقى دلوقتي. بصي المول زحمه جدا، يعني الف كده المول زحمه جدا، فالزحمه دي مش حلوه برضك، عشان هنا برضك ايه في سنيين وبتاع، فاحنا مش عايزين برضك المكان اللي فيه تجمعات مش عايزين نقعد فيه كتير عشان بس مرض المكرونه. بيت المكرونه الاسباجيتي اللي انت ماسكه اللي فيها دي، الدنيا كلها خايفه من المرض الا المصريين بيتريقوا عليه اقسم بالله. هو مرض المكرونه خلي في علمك ديت والله العظيم بتاعت ربنا. بتاعت ربنا، دي حاجه بتاعت ربنا بس. فيا جماعه بالله بالله عليكم يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فاهمه الكلمه ان هو يعني مفيش حاجه هتصيبك الا لما يكون ربنا كاتبها لك. بس فيا جماعه بالله عليكم محدش يقول ده انا خايف ده انا عامل ده انا لا على الله. وانا بصراحه كل اللي خايف عليه الواد الصغير ده. احنا خايفين على سليم بس يعني هو عمره وعمرنا برضه. اغمس بقى اغمس اخيرا يا غلي غمسي كويس. لا اغمس تاني. احنا عايزين نمشي من هنا وخلي دبي كلها تغمس. جبس انت نو ايه انت بتقول لسليم ايه؟ نو. طب ليه؟ نو سليم. ليه؟ هو مش فاهمك. انت بتصور خلي فهمني. سليم يو اسبيك عربيك. اغمز يلا. لا هو بيقول لك اغمز يا سليم. اسبيك عربيك. سليم بيقول لك اغمز يلا. سليم بيقول عربيك. ليه يا ابني كده؟ ليه؟ ها نحن في الاسانسير. بص يا جماعه كل ما نيجي يرحبوا بينا بالبتاع ده على طريقه الهنديين بقى وبتاع. في واحده هنديه بتلبسنا ده، فاللي انتوا شفتوها في البلوج هتشوفوها في البلوج عند مسلم اللي هو بتاع الشقه، يعني بتعمل لكم ريفيو في المكان كله فهتعجبكم. انا مش عارف بس هو ريحته حلوه عامه، يعني احنا وصلنا اهو. يلا على فكره بص وداني وجعتني من دول. لا مش عارفه وانا برضو لما سالت قالوا في الطياره انا كانت ودني وجعاني جدا في الطياره. واحنا طالعين برضه دلوقتي قالوا ضغط مش عارفه. سيو يلا بينا. فين الغرفه بتاعتنا؟ فين ده الاسانسير. بص يا جماعه يعني تحفه جميل بيس مان. يلا
يلا بينا يلا يلا بينا يلا يلا بينا يلا يلا بينا يلا. بصوا والله العظيم يعني تحسوا ان نفس النظافة بتاعت بيتنا يا مسلم. بالظبط نفس النظافة صح؟ بالظبط بالظبط. خلاص غرفتنا ايه رايحة فين؟ بس كده فتحت. شفتي بقى؟ تكنولوجيا يا خال. تعال. الله ريحته جميلة. اوبس يلا بينا. وصلنا شقتنا يا جماعة. وصلنا الغرفة. تعبت انا تعبت والله بجد النهارده. تعبت جدا. الفيو بتاعنا جميل. الفيو بتاعنا جميل يا جماعة. وبعدين ينفع نخش بيت بالشوز؟ ايوه عادي. ينفع نخش بالشوز. كان تحفة. الله مكان جميل. مكان جميل. الدنيا دي جميلة والله العظيم بيقولوا اغلى مكان في العالم هو يعني المنطقه، مش المكان ده عشان لا المكان ده يعتبر اغلى مكان في الدولة كلها. في العالم كله. في العالم كله. باراشوتات. اسال والله العظيم. هبدي. استنى بس يا جبس، والله انا مش بتكلم بهزار. امال ايه؟ انا بتكلم بجد. بيقولوا المنطقه دي يعني الحته دي اغلى عالم في العالم. اغلى عالم في الدنيا. ماشي وكده يا جماعه يكون خلصنا فلوج النهارده. يا رب يكون الفلوج عجبكم. ايه اكيد عجبهم. ده سليم ومسلم فيه ده اكيد. عملوا لسه ما عملوش اشتراك. وعملوا 42,000 لايك صح؟ تصوري يعني ممكن لو لحد دلوقتي واحد ما عملش اشتراك هتعملي فيه ايه؟ اوف ازاي يعني انت ما تعملش اشتراك؟ ولا انت ما بتعمليش اشتراك؟ هو انا دايما اعلي صوتي. خلاص استنى كام داون. كام داون. استنى لازم اعلي صوتي. لازم اعلي صوتي. خلاص انا بس اتعلمت الكلمه دي على فكره من الفيلم، من التمثيليه بتاعت الكبير قوي. كام داون جوني كام داون. يعني ايه بقى؟ قعدت استكشفها كده ودخلت على جوجل وبتاع واكتشفت في الاخر ان هو بيقول لك ايه؟ اهدى يا جوني. فانا كده بقول لك ايه؟ كام داون يا مسلم. اهدي يا مسلم. انا هاديه والله. شيلي بقى البتاع ده الهندي من لا انا بحب الهندي قوي.